السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا بنبارك لفوز نادي الزمالك على فاركو 1-0 في المباراة اللي هي كانت صعبة جدا جدا جدا، سهلة جدا جدا جدا. هتقول لي صعبة ازاي وسهلة ازاي؟ هما الحاجتين نبدأ. اللي هي صعبة، أول حاجة طبعا المباراة كانت صعبة لأن فاركو نتائجه مش كويسة، يعني محقق نتائج سيئة جدا جدا، فعايز يطلع من النتائج السيئة ويعمل نتيجة كويسة قدام الزمالك. طيب ايه بقى تاني حاجة؟ ان طبعا الزمالك يعني ليه حركاته اللي احنا قلنا عليها وكنا منبهين عليها وحصلت في ماتش المقاولين، اللي احنا بنيجي مع الفرق الاقل ونتهاون شوية، وفعلا امبارح كان الاداء فيه تهاون فظيع من بعض اللعيبة. مش هقول كله عشان ما نظلمش اللعيبة كلها، هنقول من بعض اللعيبة. فانت امبارح كان فاركو يعتبر ناقص فرقه بحالها وبيلعبك وخسران يعتبر المطوشه بتاعته كلها، فعايز يعمل عليك نتيجه ايجابيه. دي حاجه. تاني حاجه، عارف اللي الزمالك يعني ليها حركاته كده، لما الاهلي بيخسر نقطه او نقطتين او مثلا 3 نقط، تلاقي على طول الزمالك بيرد له على طول بهديه على طول، اللي هو يديله ال3 نقط اللي خسرهم او النقطتين اللي خسرهم. لكن الحمد لله ده ما حصلش امبارح. احنا فوزنا، قلنا المباراة كانت صعبة لكن هي سهلة، لان السكواد بتاعنا يعتبر افضل بكتير من اللعيبة بتاعت فاركو، مع احترامنا لفرقة فاركو. لكن احنا بنقول المباراة كانت اسهل من كده لو اللعيبة كانت اسرع من كده، لو اللعيبة كانت واخدة المباراة بالحامل الجد شوية، يعني في جدية شوية في الاداء. لكن كان في برضو يعني تهاون من بعض اللعيبه، او في يعني مثلا هدوء للعيبه، حاسين ان هم هيفوزوا خلاص في اي وقت، وده ما ينفعش. انت دلوقتي بتلعب على بطوله، انت دلوقتي فرق ما بينك وما بين المنافسين بتوعك اللي هو زي مصري نقطتين، ولو الاهلي فاز الماتش اللي هو كان فيه باي دوت هيبقى برضه نقطتين، وعندك بيراميدز دلوقتي هيبقى فرق مثلا 3 4 نقط. طب احنا عايزين نزود الفرق، احنا لازم نمشي سكه الفوز بالدوري يا جماعه. لو بصينا والجمهور امبارح من اول دقيقه بيقول لك الدوري يا زمالك، الدوري يا زمالك، فاحنا مش عايزين تخاذل. انا امبارح يعني بتفرج على الماتش يا جماعه بصراحه وحاطط ايدي على قلبي. ليه؟ لا تحصل الحاجه اللي احنا بنخاف منها، اللي احنا على طول بنشوفها في الزمالك، اللي هو ايه بقى؟ التهاون بالفرق الضعيفه، مع احترامنا للفرق دي كلها. لكن امبارح بعض اللعيبه ما ادتش اللي عليها، هنقول بعض اللعيبه، لكن برضو في يعني برضو حاجات فنيه من المدير الفني فيريرا، حاجات برضو لازم ياخد باله منها. اول حاجه، في تهاون قلنا من بعض اللعيبه، زي عندنا خط الظهر بتاعنا بطيء، بطيء جدا 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 في تسلم الكوره، في صنعه الهجمه، بطيء جدا جدا. طيب هتقول لي بطيء ليه؟ ما هو بطيء عشان برضو عندنا لعيبه خط النص اللي بتنزل المفروض تستلم وتوزع، بيبقوا ما تعرفش هما فين عبد الله اللي كان بينزل وياخد الكوره والثرو بتاعه. لو شفنا عبد الله الماتش اللي هو اللي فات لما خد وقطع وضغط على لعيب بتاع مودرن ورمى الثرو على طول الالفين، راح جايب جول كوره على طول. فين؟ طب فين امبارح دونجا؟ هنقول دونجا بيأدي واجباته الدفاعيه شويه، برضو تحس اللي هو برضو لسه فاضل له كتير قوي على المستوى. يبقى احنا عندنا خط الظهر بيبدا يا جماعه الهجمه بيبدا ببطء، بيكون الفرقه الثانيه رجعت، بيبقى كل واحد رجع لمكانه، فانت عشان كده بتلاقي صعوبه، عشان كده بتخلي الفرقه تظبط اوراقها ورا، بتلعب دفاع منطقه، فانت عشان كده اللعيبه بتاعتك بتبقى اتمسكت. لكن لو انت الكره عندنا سريعه واسرع من كده، من خط الظهر بتبدا ولاعب الوسط بينزل يستلم على طول وبيسلم على طول، انا مش عارف ليه عندنا ليه ما بنلعبش لمسه لوحدي. ليه؟ يعني انا بشوف كور كتير قوي قوي بيبقى عندنا اللي هناك فاضيه، وتلاقي الكابتن اللي هو ماسك خط النص كابتن عبد الله او شحاته او دونجا على اي حد بيلعب، تلاقي في بطء ياخد الكوره ويلف حوالين نفسه ويقعد بقى يروح يمين وشمال. والله انت لو بصيت هي بصه واحده ممكن السلو يفرق يا جماعه، هي لمسه واحده. احنا عندنا مشكلتنا لعيبتنا مهاريه جدا جدا، وده مرض وراثي. اللي انت لعيب الزمالك لعيب مهاري جدا، بيمتعك وبيمتعني بكوره،
فعشان كده قال لك ايه مدرسه الفن والهندسه. فاحنا يا جماعه مش في كل الاوقات، يعني احنا بقالنا 3 سنين فاقدين الدوري، ان شاء الله السنه دي باذن الله يبقى دوري زملكاوي ان شاء الله. بس زي ما قالت الجماهير من اول دقيقه، الجماهير بادئه بصراحه من اول دقيقه الدوري يا زمالك، ودي كانت حاجه عجبانه قوي. عاملين زي ما يكون سمعونا لما قلنا يا جماعه مش عايزين نقعد نقول هتافات واناشيد تانية، لا احنا عايزين نشجع اللعيبه، نحفز اللعيبه. فعشان كده انا بقول لك الحاجات بقى الفنيه، نتكلم فني. صبحي كويس بس ما زال برضه بيطلع الكوره من رجله في الوسط، وده احنا قلنا عليه ممكن يبقى فيه مشكله، وحصلت برضه امبارح يا صبحي الكوره برضه لعبتها وكانت هيخطأ برضه لما جه يستلمها دونجا لما اتضغط عليه. طيب عندنا برضه قلنا الباكات، امبارح بنقول عوده حميده للكابتن فتوح، وبقول للكابتن حسام حسن فتوح والله جاهز يا كابتن، مع احترامي لمحمد حمدي هو لاعب كبير بتاع بيراميدز، لكن فتوح نجم ودولي. بص على لمسات فتوح، بص على كرة فتوح، بس لسه مع الوقت. فتوح بقاله فترة ما كانش بيلعب، لكن راجع وان شاء الله يبقى راجع بقوة وهيقوي فرقة الزمالك جدا. عندنا الكابتن عمر انا بقول لها والله بتبذل مجهود خرافي ولاعيب كبير، بس برضو الاوفر بتاعك، عايزين الاوفر بتاعك يا كابتن عمر. يا ريت، انا مش مع احترامنا كل واحد يعني بيقعد يتدرب لحد ما يبطل كوره يا جماعه. هل مثلا بالخبره نقول ما تتدربش عشان انت مثلا خلاص بقت نجم كبير تبطل تتدرب؟ لا، ما انت بتتدرب ليه؟ اما اللاعب تتدرب ليه؟ كل يوم بتتدرب ليه؟ ما احنا هنقول بقى اللاعب خلاص اتعلم الكوره وبقى لعيب كبير خلاص بطل تدريب؟ لا، في حاجات بتعملها يا كابتن عمر، بتجري وبتتعب ومجهودك كله بيروح في الاخر على الاوفر بتاعك. الاوفر بتاعك يا كابتن عمر حاول يعني يبقى متقن، لان ده هيفيد اللعيبه بتاعتنا اللي جاي من ورا ورؤوس الحربه، هتلاقي ده في افاده جامده جدا. طيب يبقى كابتن عمر ناقص له دي. ناصر ماهر بعيد جدا، واحنا قلنا نتمنى يا كابتن ناصر اللي انت يبقى ده مستواك لما شفناك في ماتش سيراميكا، وقلنا لسه عندك كتير، وحطينا الامل اللي انت هتشيل خط نص نادي الزمالك. تحس اللي هو سمع الكلام دوت يعني خلاص برضو نزل تاني في غطس مش لاقيينه لحد دلوقتي. لكن هو مهمل في نفسه، ناصر ماهر مهمل في نفسه يا جماعه، ومحتاج زمايله يكلمه، محتاج المقربين منه يكلموه يقولوا انت المفروض تشيل نادي الزمالك، مش انت اللي على طول مستخبي بيمسك الكوره كتير، بيحتفظ بالكوره كتير قوي، بيحتفظ لحد ما بتروح منه الكوره. فلا، ناصر ماهر معلش مع احترامي، لا انت في حاجات كده يا كابتن ناصر لازم بصراحه تبص على المباريات بتاعتك وتشوف اللي فيه يعني نقص كتير قوي 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 في الفنيات بتاعتك. فين ناصر ماهر اللي كان بياخد الكوره والسلوك بتاعه على طول، اللي كان بياخد الكوره ساعات لمسه ويلعب ولعبه ويقط قطه ولا اتنين بكبيره؟ لكن انت بتمسك الكوره يا كابتن ناصر وبتبطأ في الريتم، وتبطأ الريتم خالص بتاع النادي. ده لما اكون انا غالب اتنين وعايز ابطأ رتم المباراه عشان اخلص المباراه، العب بالريتم البطيء دوت. فبالله عليك يا كابتن ناصر يا ماهر بص تاني على المباريات بتاعتك، وهتشوف اللي انت يعني بصراحه مقصر في حق نفسك. انت مقصر في حق نفسك ومقصر في حق الجمهور اللي بيحبك. فاتمنى اللي انت تبص شويه على نفسك يا كابتن ناصر. طيب كابتن عبد الله برضو يعني شويه كده وشويه كده، حبه فوق وحبه تحت. تحس اللي برضو كابتن عبد الله مره تلاقيه ظهر قوي ومره تلاقيه اختفى، مع برضو نقول يا جماعه فرق سن. لكن الكابتن عبد الله نجم كبير وبرضو ما زال بيدي كوره برضو حلوه، ولسه عنده برضو هيطلعه لسه ان شاء الله. طيب شيكو بنزا انا برضو بقول برضو علامات استفهام عليه، برضو تحس اللي بيمسك الكوره يعني بتطول منه قوي، بتحس ان الكنترول عنده في الكوره الاولانيه بيعملها حلو، يعني بيلمس ويروح الاولانيه، التانيه تلاقيها ايه زادت منه، يا اما ضغط عليه حد وخدها منه، عايز يبقى قوي في الالتحام، عايز ايه يعني كورته تبقى قريبه منه، ما تزيدش قوي كده، لان لما بتزيد منه بتروح الفعاليه بتاعتها. لكن برضو يحسب ليه اللي ان هو دلوقتي يا جماعه بصراحه بيخش ال 18 بيزيد، فجاب لك ماتش جاب جون في الماتش اللي فات، والماتش ده برضو جاب جون، برضو حته اللي هو بيزيد ويخش ال 18 دي كويسه. لكن انا قلنا حته الايه اللمسه بتاعته بس في الكوره.
نيجي بقى للنجم الكبير الفين. خوان الفين نجم كبير ولعيب، بس احنا قلنا لسه البدني بتاعه ما جاش لسه، لكن هو لاعب كبير، تحس اللي هو حريف، تحس ان انت عايزه يعني برازيل يعني اصلي، فانت عايز الكرة تبقى في رجله. لكن برضو نقدر نقول اللي هو من اللعيبة التقيلة قوي قوي في الكورة، لكن عايز اسرع من كده، رتمه يبقى اسرع، ما يمسكش الكرة كتير. لكن هو دلوقتي بيمسك الكورة وعايز يقط واحد واثنين وثلاثة، وده ما ينفعش. انت قطيت واحد واثنين، وحاول بقى ايه تخش، يا اما تعمل الاوفر، وبرضه عايز يشتغل على الاوفر، برضه عايز يشتغل شويه على الاوفرات، او تلعب السولو بتاعك، او مثلا تبقى انت وعمر على الجبهه واحده، واحد يخش جوه ال 18 والتاني يخش على الايه، على اللي جوه مثلا، يجيب مثلا جون، يشارك في صناعه جون. زي ما بنشوف في الكره الاوروبيه دلوقتي، بتبص اللاعب الباك يعني بيتبادل المراكز مع الوينج بتاعه. فده برضو الفين، لكن هو لعيب كبير، وان شاء الله هيبقى مستقبل للزمالك في اللي جاي، لان لسه طبعا عنده 22 سنه وصغير. طيب الدباغ، يعني بصراحه عدي نجم كبير قوي يا جماعه والله، بس عايزين ايه يعني ايه نصبر عليه شويه، مش عايز الجمهور يقسو عليه. هو لعيب كويس، وبدأ يعني زي ما تقول كده يبقى يعني سمع الكلام شويه، لما احنا كنا بنقول له ما تجهدش نفسك وتجري في كل حته في الملعب، خليك حوالين ال 18 والحته بتاعت اللي هناك دي، ده كبيرك قوي عشان تعرف تجيب جون. شفناه امبارح لما هو كان السبب في الجون، وهو داخل ال 18 كان في ال 18 توقع غلط اللاعب وضغط عليه، وهو اللي كان يعني حظه السيء، هي الكره بتاعته كانت الجون، بس ما تعرفش اللي طلع لها من تحت الارض اللاعب المدافع اللي جه شال الكره من الجون ديت. لكن هو كان بصراحه كان هيبقى جون وكان هيفرق معاه، لكن يعني معلش ان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل يا عدي، وحاول برضو تيجي على نفسك وتضغط على نفسك شويه، لان ان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل. برضو بنقول برضو ناصر منسي، ناصر متسرع زي ما بنقول، يعني الكره بتاعت امبارح دي جون، ده شحاته جايبها من نص الملعب يا ناصر. فيعني تهدى على نفسك شويه، وما تخليش الناس اللي هي الالوان التانية اللي بتقعد تتكلم بيقول لك هو فين، هو مش عارف ايه، ده خلاص راحت عليه، ده مش عارف، ما تديش ودنك للناس التانية دي، لان انت عندك ولسه انت ان شاء الله هتدي للزمالك، بس اهدى على نفسك، وان شاء الله اللي جاي افضل يا اسطوره، ان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل باذن الله. برضو قايد لاعب كبير ولاعب كويس، بس انا شايفه والله، يعني انا شايف يعني ادم قايد لو لعب في النص هيبقى افضل، لو لعب رقم 10 بديل مع ناصر هيدي كرة كويسة جدا جدا، وهو لاعب كبير بصراحة وكورته حلوة. واتمنى من المدير الفني يخلي باله برضو، احنا كده اتكلمنا على الجزء الفني، نيجي نشوف المشكلة ما بين الجزيري والمدير الفني. ما ينفعش يا كابتن فيريرا اللي انت تتكلم على الراجل بتاعك او واحد من لعيبتك، اللي انت تطلع في الاعلام وتتكلم تقول مشكله ومش مشكله والحاجات دي، لا، دي الكلام ده كله ما بينك وما بين اللاعب بتاعك في اوضه اللبس، ما ينفعش اللي انت تتكلم في الاعلام على اللاعب بتاعك. واتمنى نادي الزمالك وجون ادوار اكيد هياخد باله من الحته ديت ويكلموا عليها، لان ما ينفعش اللي حصل دوت يا جماعه.